تقسيم الدفوع إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية. دايما أساتذتنا الكبار كانوا بيقولوا المحامي الشاطر هو اللي يكسب القضية شكلا دون أن يدخل في الموضوع. طب إزاي الكلام ده؟ نضرب المثال بقضايا المخدرات. ليه طيب؟ لأنه ده أكبر مثال ممكن تتجلى فيه الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية. لأن قضايا المخدرات قضايا إجرائية بامتياز. يعني إيه قضايا إجرائية؟ قضايا إجرائية لازم تتم فيها الإجراءات وفق صحيح القانون. طب ولما تمتش وفق صحيح القانون بتاخد براءة من الناحية الشكلية، لأن الإجراءات والشكل القانوني غير مكتمل. طيب، قضايا المخدرات بتنقسم نوعين: قضايا إذن وقضايا تلبس. يعني إما الضابط يجي يمسك حد بالمخدرات مع إذن من النيابة بعد ما عمل التحريات والنيابة اطمأنت لجدية التحريات وادت الإذن، أو كان معدي كده في الشارع ووجد حالة من حالات التلبس، زي ما يكون شم ريحة، انبعث دخان، كده فتح العربية أو التوك توك بص كده ليه حالة من حالات التلبس. أن يرى مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه ويدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بإحدى حواسه، الأنف أو العين أو حاسة السمع. طيب، خلينا في الإذن، خلينا نتكلم في موضوع إذن النيابة. إزاي بيتعامل الإذن ويكون صحيح؟ طيب، أولا قبل الإذن التحريات، في مرحلة اسمها التحريات، ممكن تكون بتتعامل عن واحد وقاعد دلوقتي مش دريان، بيعملها رئيس المباحث أو ضابط المباحث. طب إزاي تكون وفق صحيح القانون؟ بيكتب كده الكلام ده بيتبعت للنيابة عشان ياخد بيه إذن: حيث وردت إلينا معلومات من مصادرنا السرية الموثوق بها والسابق التعامل معها بأن فلان الفلاني يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وأن شريكه المدعو فلان الفلاني يقوم بالاتجار معه، ويتخذان من مسكنهما وأشخاصهما أماكن لإخفاء هذه المواد المخدرة. لذلك أطلب من سيادتكم الإذن. بيطلب من مين الإذن؟ من النيابة العامة. خليك فايق معايا يا صاحي إن اللي بيعمل التحريات دي مين؟ مجري التحريات، الجماعة بتوع المباحث، أيا كان رئيس المباحث ضابط المباحث. بيقول له أطلب من سيادتكم الإذن لنا بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وتفتيش مساكنهم وملحقاتها وما قد يظهر عرضا أثناء عملية القبض والتفتيش. عايز أفتش المتهم ده أو هو شريكه أو إلى آخره. المهم يعني التحريات دي بتتعامل قبل ما يبقى في قضية أصلا، قبل ما يبقى في إذن أصلا. طيب، التحريات لازم يكون ليها شكل محدد، وعشان الإذن ده يكون ليه شكل محدد. إزاي؟ يعني إذن النيابة العامة ده لازم يكون في اسم المتهم، مش طالع كده يفتش الشارع كله، لا، لازم يكون في اسم المتهم، محل إقامة المتهم، طالع يدور على بيت واحد بيتين اللي مكتوبين في الإذن. طيب، بيانات كاملة وموضحة على سبيل التحديد. يكون الإذن محدد المدة، يعني الإذن ده ساري لمدة 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، محدد. مش كده الضابط يطلع يجيب أي حد من بيته وخلاص، مش سبهلة العملية. طيب، ده شكل إذن النيابة، تمام؟ طيب، المفروض ان الضابط ده بياخد الإذن من النيابة وبعدين بيروح يفتش المكان، ومثلا لقي المتهم ده ولقي معاه مخدرات، برشام، حشيش، ترامادول، أفيون، شابو، ايس، اي كلام من اللي احنا عارفينه ده بيجيبه بقى. يبقى هنا كان في شكل قانوني محترم: تحريات، ثم إذن، ثم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة، ثم عرضه على النيابة. كل ده تمهيدا لإيه؟ تمهيدا لأن يدخل هذا الرجل محاكمة أمام القضاء. ده الشكل المحترم، ده اللي المفروض يحصل وفق صحيح القانون، ولكن ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان الضابط في واحد بيقول الواد ده بيهب خده باللجلام يد وهات الواد ده على جسم الشرطة واعمل له محضر. لذلك طالما ما فيش ترتيب تحريات وإذن وضبط وكلام من ده، ما فيش ترتيب، دايما
بتاخد براءات قضايا المخدرات بسبب الركن الشكلي، وبتكون الدفوع الشكلية. هذا والله تعالى.